عمليات التجميل بالقانون العراقي نفقة الزوجة على زوجها، وتشمل المأكل والمشرب والمسكن وتوفير الرعاية الصحية اللازمة. أما عمليات التجميل لا تعتبر من ضمن النفقة الواجبة إلا إذا وجدت ضرورة طبية لذلك، مثل حصول تشوهات أو إصابات تؤثر على الصحة والمظهر. أما إذا كانت العمليات الجراحية لا تؤثر على الصحة ولكن للمظهر فقط، فهي لا تعتبر من النفقات الواجبة. القانون الأحوال الشخصية بالمادة 23 حدد نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها. أما آراء الفقهاء فمنهم لا يعتبر العمليات أو العلاج من ضمن النفقة الواجبة، ومنهم يراها من ضمن النفقة الواجبة إذا كانت للزوجة غير قادرة على الإنفاق على نفسها. أما في المجمل فهو الاتفاق بين الزوجة والزوج على ذلك مع مراعاة الأعراف الاجتماعية، ولازم تكون قدرة مالية للزوج.